تخيل تعيش على أرضك آلاف السنين وفجأة ناس غريبة تيجي وتقرر إنك لازم تختفي من هنا. قبل وصول الأوروبيين أمريكا كانت مليانة شعوب عظيمة، قبائل عايشة في سلام عددهم بالملايين، وكان عندهم حضارات لغات وتقاليد خاصة بيهم. سنة 1492 وصل الرحالة كريستوفر كولومبوس، واللحظة دي غيرت كل حاجة. في الأول كان في فضول وتبادل بسيط، لكن بسرعة الأمور خرجت تماما عن السيطرة. الأوروبيين بدأوا ياخدوا الأرض قبيلة ورا قبيلة، وكل مقاومة كان ردها الدم، مجازر، خيانة ومعاهدات ما بتتنفذش، والهدف كان واحد: السيطرة الكاملة على الأرض. لكن أقوى سلاح ما كانش سيف، كان المرض. الجدري وأمراض تانية انتشرت بسرعة وقضت على ملايين من السكان الأصليين اللي ما كانش عندهم أي مناعة ضد الأمراض اللي انتشرت. واللي ما ماتش اتطرد واتهجر واتجبروا يمشوا من أرضهم، ويمشوا آلاف الكيلومترات في طريق مليان جوع، برد وموت. الحدث ده اتعرف باسم مسيرة الدموع، واحد من أبشع المساوئ اللي حصلت في التاريخ. شعوب كاملة اختفت، ثقافات اتدثرت، وأرض كانت ليهم بقت لغيرهم. عددهم كان بالملايين، وبعد كل ده بقوا جزء صغير جدا من أرض كانت ليهم الأساس. القصة إن ده مش مجرد تاريخ، ده تذكيرة إن القوة لما تبقى مع اللي ما يستحقش بتتنزع منها الرحمة، ممكن تمحي شعوب كاملة من الوجود. وقبل ما امشي، اوعى تنسى ان اخواتك بيتعمل معهم نفس السيناريو بالظبط، بس جنبك المرة دي، الباب في الباب. جيرانك، اخواتك، اهلك موجودين على نفس الارض، من نفس الدم والدين، بيتعاد معهم نفس السيناريو، وانت شاهد عليه. ولو ما اتحركتش دلوقت، احفادنا هيبقى بيحكوا زي ما انا بحكي.